كل اللي طلعوا قالوا على فيلم الست ان هو فيلم كويس دلوقتي اتقال ان هم قابضين او فاستاذنكم زودوا واحد كمان على لسه لان انا شايف ان فيلم الست هو فيلم 10 من 10. انا مش هتكلم بحريه حر، انا بجد عايزك تنزل تشوف الفيلم بنفسك وتحكم بنفسك. بس خليني اقولك ان تقريبا في اول نص ساعه من الفيلم منى زكي كانت بتمثل بعينيها بس. منى زكي كانت مطلوب منها تبقى ام كلثوم اللي بتوبزرف ترانزيشن صعب جدا، وهي مش عضو فعال في التغييرات دي. ومنى زكي قدرت توصل كل المشاعر اللي هي محتاج توصلها بعينيها بس، ودي حاجه ما يعملهاش غير ممثله على مستوى عالمي. اما الاخراج والكتابه ده تقريبا هو احسن فيلم اخراجيا شفته لمروان حامد، سواء بتوجيه الممثلين لان هو كان تحت ايده كميه ممثلين تقال وكاست صعب جدا على اي مخرج مش متمكن من كل ادواته انه يوجههم ويطلعهم بالصوره الصح، وهو نجح في ده. ده غير ان هو مستخدم لغه سينمائيه راقيه جدا بالتصوير علشان يوصل كل المشاعر اللي هو محتاج يوصلها، سواء مشاعر بالعزله والوحده في جزء من حياه ام كلثوم، او مشاعر بالتوهان والاضطراب والاحساس بالغربه في بدايتها. كل الحاجات اللي كنا المفروض نحسها وكل الحاجات اللي ام كلثوم كانت المفروض حسها في المراحل دي وصلت لنا باحسن طريقه ممكنه من كل العناصر السينمائيه اللي المخرج ممكن يستخدمها. وبرده ما ينفعش ينسى استاذ احمد حافظ، لان كل الكلام اللي انا بتكلم فيه وبقول ان هو على مستوى عالمي لو ما كانش بيقابله مونتير عالمي ما كانش هيطلع بالشكل ده اصلا. ففيلم الست بالنسبه لي لو هقيمه هو فيلم 10 من 10. وشكرا لكل واحد يشتغل على الفيلم ان هم ورونا ان احنا نقدر نعمل حاجه بالليفل ده.